كنت فاكرة إني داخلة حياة مليانة سعادة واستقرار، لكن لقيت نفسي شايلة مسؤولية أكبر من طاقتي، والحلم اللي حلمت بيه اتحول لرحلة صعبة. السلام عليكم، أنا نجوى وده أول فيديو معاكم على قناتي. بصراحة فكرة القناة كنت بفكر فيها من زمان، وكنت دايما أقول لنفسي حد يشاركني الرحلة اللي مريت بيها، وأتمنى تسمعوني بقلوبكم وأكون أخت ليكم ونشارك بعض تجاربنا وحكاياتنا عشان نستفيد من بعض ويمكن نقدر نفيد حد غيرنا. وبدأت تجربتي الأولى وأنا صغيرة، كنت فرحانة زي أي بنت، كنت بحلم بالسعادة والأمان، كنت فاكرة إن دي هتكون بداية حياة سعيدة. بس للأسف بدأت أكبر وأفهم إن الحقيقة اللي عشتها كانت أصعب من الأحلام اللي حلمت بيها، وللأسف مريت بمواقف وجعتني وكسرت قلبي، وحاجات كتير كتمتها جوايا سنين طويلة، مش لأني قوية لكن عشان كان لازم أكمل، لكن ما قدرتش أكمل حتى بعد سنين طويلة من المحاولات. بس اللي كان دايما كسرني هما ولادي، كنت خايفة يبعدوا عني، بس الحمد لله ربنا كان دايما معايا، وطلعت من التجربة دي بأغلى حاجة عندي هما ولادي. وواجهت كل المشاكل الحياة وبدأت حياة جديدة بيهم. نصيحتي لكل بنت ولكل ست، لو التجربة اللي مريتي بيها وجعتك لازم تكوني عارفة ان مش كل وجع بيكون نهاية، وما تديش فرصة لحد يقلل من قيمتك. وكل تجربة بنعدي بيها حتى لو كانت قاسية بيكون فيها درس، وما تخافيش تبدأي من جديد. كل بداية جديدة مش بتكون ضعف، بالعكس قوة وشجاعة. وركزي دايما على نفسك وعلى أولادك، كوني دايما أقوى من أي ظروف تمر بيها، وبكده تكون دي أول حكاية من حكاياتي. ولو حد فيكم مر بتجربة شبه دي يكتب لي في التعليقات، يمكن نتعلم من بعض. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان تكملوا معايا باقي الحكاية. والفيديو الجاي هحكي لكم عن تجربتي التانية، ومش هتصدقوا مين كان السبب فيها، وهتكون مفاجأة، بس تابعوني.